كارثة بكل المقاييس، مصيبة وفاجعة حدثت لأخت من المتابعين. إيه القصة والحكاية؟ نصلي على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخت فاضلة من المتابعين بتحكي وبتقول: أنا اتخطبت مرتين وما حصلش نصيب لحد ما وصل سني الآن 38 سنة وما كنتش لسه اتجوزت أو ما اتجوزتش لسه. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان من 2.5 سنين كان ليا مبلغ عند حد من الناس وكالوا عليا او نصب عليا فيه. بعد كده اهل الخير دلوني على شخص، ان الشخص ده هو اللي ممكن يتوسط ويجيب لك الفلوس دي. الشخص اللي رحت له ده راجل كبير عنده 53 سنة وعنده اولاد وعنده احفاد، لكنه مطلق زوجته. بالمناسبة الراجل ده من اسكندرية. المهم رحت للراجل ده وكلمته وبالفعل توسط لي وجاب لي فلوسي لحد عندي وشكرته وعملت كل حاجة ان انا اشكره لانه رجع لي حقي. طب تمام، ايه اللي حصل؟ اللي حصل بعد كده ان هو كلمني وقال لي لو عوزت اي حاجة وقعت في اي مشكلة انا معاكي، والحكاية والرواية، وسيبيني اطمن عليكي وخلينا اصحاب، واللي انت عايزاه انا تحت امرك، وحاجات من هذا القبيل. حاجات اللي انتوا عارفينها دي. خلي بالك ده عنده 53 سنة. واحدة في واحدة الدنيا مشيت لحد ما لقيته بيقول لي أنا معجب بيكي وعايز أتقدم لك. أنا راجل مش متجوز دلوقتي، مطلق وعندي أولاد وأحفاد وعايش لوحدي في الشقة والدنيا لوحدي، فأنا عايز أتقدم لك. وأنت دلوقتي عندك 38 سنة ويعني نقدر نقول إن قطر الجواز فاتك، فأنا عايز أتقدم لك رسمي والدنيا تمشي. فطبعا هي كانت رافضة، لكن بعد يعني الدنيا مشيت وقال لها فكري لحد ما قالت له خلاص انا موافقه، تعالى تقدم لي. قال لها طيب يومين كده اظبط دنيتي واجي اتقدم لك. خلاص الدنيا تمام، حبوا بعض بقى، المفروض خلاص الراجل هيتقدم لها يعني على وش الخطوبه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لك ايه، انا مخنوق شويه وعايز اخرج اتفسح، ما تيجي نقعد في كافيه بره كده نشرب حاجه. قالت له خلاص مفيش مشكله. راحت معاه لكافيه، وهم قاعدين على الكافيه بيتكلموا بقى والجواز، وانا من ساعه ما شفتك وانا بحبك، وكلام من الايه، من الحب اللي ولع في الذره ده. لحد ما قال لها بقول لك ايه، انت الميك اب بتاعك مش عاجبني، خش كده ظبطي الميك اب بتاعك وروقي دنيتك كده وتعالي. فطبعا هي خطيبها بقى دخلت كده بسرعه كده عشان تشوف الميك اب وبتاع، وجت وشربت العصير والدنيا تمام. لكن بتقول ان هي بعد حوالي نص ساعة او ربع ساعة من دخولها الحمام وجت وشربت العصير، بدأت يعني يكون عندها سلبية تامة. هي فايقة وماشية وعايشة لكن بدون اي ارادة تماما، الارادة منعدمة تماما عندها. فوجئت ان هو قال لها تعالي معايا الشقة، عايزك نقعد شويه بدل ما احنا قاعدين في الهوا. فطبعا هي مسلوبه الاراده، خدها وطلعوا على الشقه، وحصل المصيبه الكبرى انه مارس معاها الرذيله في شقته اللي موجوده في اسكندريه. طيب ده حاجه فرديه، خلي بالك، مش معنى كده ان اهل اسكندريه كلهم اهل ناس شرفاء وناس محترمين جدا، بس ده حادث فردي يعني. اخدها وراح مارس الرذيلة معاها وفض غشاء بكرتها وخلاص أصبحت مدام. بعد طبعا مسلوبة الإرادة، بعد ما خلصت القصة ديت وفاقت لنفسها انت ايه اللي انت عملته ده، وبدأت يعني فوجئت ان هي بعد ما بدأت تفوق كده ان هي ملط ونايمة وهو جنبها، والاتنين ملط كمامهم والدتهم، وان هي ضايعة والدنيا خلصانة ومارس وخلص. قعدت تصوت وتلطم انت ايه اللي انت عملته ده، وازاي تعمل كده، والحكايه والروايه، وازاي عملت كده. قال لها بصي من الاخر، في مخدر كده اللي هو بتاع اغتصاب الفتيات ده انا حطيت لك منه شويه، جبته وحطيت لك منه شويه عشان تبقي سلسه معايا، عشان عارف ان انا قلت لك تعالي معايا الشقه مش هترضي. طب انت قال لها ما تقلقيش انا بحبك وحاجه تقدم لك والدنيا. قالت له بس بعد اللي انت عملته ده انت لازم تيجي تتقدم لي حالا. قال لها بصي انا عليا شويه ديون هسددهم وبعد كده اجي اتقدم لك رسمي. ما قدامهاش حاجه غير ان تقول له خلاص ماشي، ودي غلطه وده هنتكلم فيها بعدين. قالت له خلاص ماشي وسكتت. بعدها بيومين فوجئت ان هو
بيتصل عليها تعليل الشقه. لا ما ينفعش ومش هينفع اجي. فوجئت ان لقيت اسلوبه اتغير، خلاص ايه انت ما تلزمنيش، خلاص مش هكلمك تاني. فطبعا هي بتقول ان هي حست ان هي مضغوطه وان هي مغصوبه عليها، ولو ما راحتلوش ممكن ما يجيش يتقدم لها وهتبقى في فضيحه، فاضطرت ان هي تروح. والمره دي كانت تاني مره يمارس معاها الرذيله، بس في المره دي كانت فايقه وكانت داريه. بس هي بتقول خلاص الموضوع انفتح خلاص، وانا ما بقاش في ما باليد حيله، وخلاص بقيت مدام وانا معاه، فخلاص بدأنا نمارس العلاقه. طب عملت العلاقه دي مره اتنين تلاته؟ قالت لا، ده كان بيوصل ان بيخليني اتحجج لاهلي ان انا رايحه عند اصحابي اقعد عندهم يومين تلاته، وكان بيخليني خدامه في البيت عنده الثلاث ايام دول، اكنس له واغسل له وامسح له، وبعد كده يمارس معايا كل يوم ويخلص الثلاث ايام اروح من هذا القبيل. كل ما اقول له تعالى تقدم لي يقول لي لسه ما سددتش، لسه يومين، لسه الكلام ده كله. وعاش معايا لمده سنه ونص كامله، قاعد يمارس معايا وعايش معايا. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ بعد السنه ونص فاقت لنفسها وقالت لا، لازم نضع حد للموضوع ده، انت لازم تيجي تتقدم لي. وضغطت عليه ضغط شديد جدا جدا جدا. وبالفعل وافق وراح بيتهم واتقدم لها، ودي كانت حاجه ايجابيه، لكن انا برضه لسه هتكلم بعدين. وراح بيتها واتقدم لها بالفعل وخطبها، وغابوا مخطوبين رسمي لمده سنه، والمفروض كان باقي 15 يوم على فرحهم. طب هل اثناء الخطوبه دي كان الموضوع عادي؟ دي مخطوبه وهو خطيبها وكده؟ لا، كانوا بيخرجوا مع بعض طبعا، ده خطيبها، بس كانوا بيروحوا الشقه وبيعيشوا ويمارسوا حياتهم وبيمارسوا الرذيله ودنيتهم ماشيه قبل الجواز، لحد ما قبل الفرح ب 15 يوم كلمها وقال لها تعالي. راحت له الشقه بالفعل وبيمارسوا الرذيله. فوجئت ان هو مطلع تليفون وبيصور. انت بتعمل ايه؟ قال لها انا بصور صوره يعني شويه فيديو كده للذكرى بيجمعنا انا وانتي ومش عارف ايه. طبعا هي رفضت رفض تام واخدت التليفون ومسحت الفيديو من عليه اللي كان بيصوره. بس بتقول الله اعلم هو مصور حاجه تانية او صورني من غير ما اعرف، هو ما قالش، بس هل هو صورني من غير ما اعرف قبل كده ولا لا؟ تمام؟ المهم لما انا رفضت خلص معايا وقال لي روحي. خلص معايا وقال لي روحي، خد متعته طبعا وقال لي روحي. روحت. برن عليه تاني يوم، خلاص الفرح بعد 15 يوم ما بيردش عليا، يمين شمال ما بيردش عليا، لحد اخويا اما راح قعد معاه انت ما بتردش عليها ليه؟ قال له هرد عليها، اصل انا كنت مشغول وتعبان شويه. رد عليا، انت ما بتردش عليا ليه؟ قال لها بص يا بنت الناس انت ما تنفعنيش. قالت له يعني ايه ما انفعكش؟ قال لها ما تنفعنيش، انا جيت اصورك، ده انت المفروض بقيت هتبقي مراتي فانا بصور. طب ما تستنى يا عم بعد الجواز مثلا، يعني انا لسه هتكلم يعني. المهم قال لها انت ما بتسمعيش الكلام ورفضت ان انا اصورك وبتاع، فانت ما تلزمنيش. طب اللي انت عملته واللي احنا قاعدين عايشين فيه بقالنا سنتين ونص وغشاء البقره اللي انفض ده. قال لها بص يا بنت الناس انا لا لمستك ولا جيت يمتك، اللي انت عايزه تعمليه اعمليه، عايزه حق وشايفه ان ليك حق روحي خديه بالمحكمه، روحي خديه بالمحكمه، واعلى ما في خيلك اركبيه، انا مش بتاع جواز ومش هتجوز. الدهبتين او اللي كان جايب دبله ومحبس وبتاع قال لا مش عايزه، مش عايزه، اتمتع بيهم طبعا. وبعد كده امك في العش ولا طارت، فهي منهاره دلوقتي ودنيتها ضايعه ومش عارفه تعمل ايه، مصيبه وقعت فيها. عاشت سنتين ونص بتعاشر بني ادم يعني في الحرام. فكان سؤالي ليها طب انت ما رفضتيش ليه؟ انت مش عارفه ان انت بتعملي ده حرام اصلا؟ قالت انا يعني كنت خايفه من الفضيحه وخايفه ان هو لو ما تقدمليش فكنت بضطر اوافق والكلام ده كله، فانا مش عارفه اعمل ايه. فيا ريت يا ابو زياد لو حد من متابعينك يديني نصيحه او طريق ممكن امشي فيه اخد حق من الراجل ده، او اخليه يجي يتقدم لي او اي حاجه من هذا القبيل. ده كان الرساله او التفاصيل اللي هي قالتها بالظبط. طيب
بص، مبدئيا انت غلطتي غلط كبير جدا 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 لبعد سنتين قدام. شفت السنتين ونص اللي انت عشتهم معاهم، انت غلطتي غلط جدا جدا طول السنتين ونص دول. اولا، من لحظه ما فقتي من مخدر اغتصاب الفتيات اللي هو حطه لك واخدتيه وفض غشاء بكرتك اول مره، كان لازم تنزلي فورا على اسم الشرطه فورا. قالت كنت خايفه من الفضيحه. ما هو انت لازم تاخدي حقك. الطب الشرعي كان هيجيب لك حقك ساعتها، لكن جايه بعد سنتين ونص تقولي عايزه حقي منه، ويقول لك روحي خديه من المحكمه. المحكمه مش هتجيب لك حاجه يا ابني. المحكمه مش هتثبت حاجه. هو دلوقتي انت بتقولي له انت فضيت غشاء بكرتي، بس بتقولي كمان انه رد عليك رد مفحم. روحي شوفي مين اللي نام معاكي او مين اللي ضحك عليكي. انا لا لمستك ولا جيت يمتك. وعايز اقول لك ان من اول يوم هو ده نيته، ولا نيته جواز ولا نيله. مفيش واحد هياخد اللي هو عايزه. اي نعم انت اتخذتي اول مره غصب، ما ده يعتبر اغتصاب. اول مره ديت بمخدر ده يعتبر اغتصاب، لكن الغلط ان انت ما خدتيش رد فعل. ما كانش ليكي رد فعل. كان لازم ساعتها تنزلي وتروحي على الشرطه وتعملي فيه محضر ان هو اغتصبك. ده كان هيتشمبر. لكن جايه بعد سنتين ونص وتقولي لي على فكره هو لما تقدم لك ما كانش هيتجوزك اصلا. هو قال اخلص من زنها وعشت لي معاها كمان يومين، ولما قبل الفرح كده اسلت نفسي منها بكل لطافه يعني. وده اللي حصل. انت بتقولي حد يشوف لي حل ان هو ممكن يجي يكمل الجوازه ويتجوزني. هو مش هيتجوزك، ولو عملت قرد مش هيتجوزك. هو خلاص انت رخصت نفسك وبقيت رخيصه قدامه. انت لو غاليه ما كنتش اديتيه فرصه. بعد لحظه ما فوتي كنت دمرتيه. لكن بعد سنتين ونص بتروحي له ويشغلك خدامه وتقولي ده لما برفض ان انا اعمل معاه علاقه بيتغير اسلوبه وبيعاملني معامله زباله وبضطر ارجع له تاني او اوافق عشان الفضيحه. وفضيحه ايه؟ واحده تم اغتصابها غصب عنها، مستحيل يكون في فضيحه ليها. ده يبقى ليها حق وممكن تتحول لرأي عام يجي لها حقها لحد عندها وهي قاعده. فهو مش هيتجوزك يا ابله. هو مش هيتجوزك ولا هيجيلك ولا تعني ليه بشيء. هو خد اللي انت عايزه اللي هو عايزه منك لمده سنتين ونص وخلاص، واتقفلت على كده. ولو انت فاهمه ان انت هتاخدي حقك او تقدري تروحي تشتكيها والكلام ده كله، مفيش الكلام ده. الكلام ده كان زمان. كان زمان من سنتين ونص اول ما فقت. انا من وجهه نظري لازم تقفلي الصفحه دي. لازم. طبعا هي بتقول ان انا رحت للدكتور عشان اكشف بعد سنتين ونص. بتقول رحت اكشف على غشاء بكرتي، الدكتور قال لي عندك تهتك في غشاء البكار. وانت سنتين ونص معاه ومش عايزه يكون ما فيش غشاء بكره؟ ما خلاص. هو انت رايحه بعد سنتين ونص علاقات. المصيبه السوداء اللي يكون صورك. يعني انت مسكتيه مره وهو بيصور. طب ما ايه اللي عرفك ان هو كان بيصور قبل كده وانت ما كنتش بتاخدي بالك؟ المره دي اخر مره دي انت خدت بالك قبلها ب 15 يوم وهو حاطط التليفون فلاحظت التليفون فشفتي. ايه اللي ضمنك ان قبل كده كان بيحط التليفون برضه وانت ما كنتش بتاخدي بالك؟ فلازم تاخدي رد فعل ولازم تبلغي حد. بس طبعا اعتقد يعني ان هو مش ما يقدرش يعمل حاجه بالفيديوهات لو معاه فيديوهات. فانت خلاص انت عندك 38 سنه، اقفلي على نفسك. سيبك من الراجل ده خالص، انسيه تماما لحد ما ربنا يكرمك بحد لعل وعسى ممكن لو حكيتي له، بس مش بالتفاصيل دي طبعا. انك قولي حط لي كذا وخلاص وانتهينا على كده وتم فد الغشاء، لعل وعسى ان هو يعني يوافق بالقصه دي. ده وجهه نظري. غير كده اقفلي على نفسك وخلاص، احنا كده تمام وما نعرضش نفسنا لاي حاجه تاني. وده اللي احنا عايزين نقوله يا جماعه. مفيش حاجه بتمشي كده، والناس لازم تتقي ربنا. انت عندك 53 سنه، انت خلاص رجلي هنا ورجلي بره. مفيش عندك ربنا خالص، مفيش خوف من ربنا خالص. حق دي في رقبتك يوم الدين.
حق ده هيجي لها منك يوم الدين. مش انت دلوقتي بتقول لها روحي لي من المحكمه انا عرفت تاخدي حاجه واثبتي. ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج اثبات لانه مطلع على اللي انت عملته. وانت اقفلي على نفسك، اقفلي على نفسك. ده اللي انا اقدر اقوله. ولو حد من المتابعين عندي عنده راي تاني، عنده حل ليها، يا ريت يكتبه في الكومنتات وهي هتقرا بنفسها. واي حاجه هتبقى مظبوطه او ممكن تمشي هيتم التواصل برضه والدنيا تبقى ماشيه، وربنا يطلعها من اللي هي فيه على خير. ويا رب ما يكونش معاه فيديوهات يعمل بيها حاجه بعد كده، لان كده الموضوع هيبقى غرز وراح لدنيا تانيه او سكه تانيه ممكن يهددها بقى بعد كده. في الوقت ده كان لازم بقى تروح للشرطه وتدخل الشرطه. فلو انت برضه نصيحه مني، لو اكتشفت بعد كده ان معاه فيديوهات ليكي، على الشرطه فورا فورا. ده رايي. انتظر راي حضراتكم في الكومنتات. دي كانت قصتنا النهارده